بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده احنا معاكم من محطة الغربلة، محطة رحالة بقرية أسمنت، لصاحبها المهندس محمود سعد. باشمهندس محمود، أخبار حضرتك إيه؟ تمام. احنا شرفنا احنا جي عندك النهارده. عرفنا الوظائف المحطة دي بتعمل إيه وإحنا إزاي شغالين دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم المهندس محمود سعد محمود، مهندس زراعي. المحطة الوظيفة بتاعتها انها بتنقي التقاوي من جميع اي حشائش غريبة اللي هي بتضر الارض عموما ايا كان. يعني مثلا لو عندنا زي دلوقتي برسيم بلدي، دلوقتي بيبقى فيه مثلا سليس او مثلا حمول. كل التقاوي الغريبه دي المكنه بتنظفها. ورينا كده كم مرحله بتعدي لنا. عندك ادي، يعني احنا كده في النهايه، احنا في اول مرحله دي. المفروض التقاوي بتدخل هنا تمام، وتمر عباره عن ساقيه بترفع التقاوي لفوق، تنزل تاني هنا على اول مرحله اللي هو الغربال الاولاني. الغربال الاول ده بيفصل اللي هو الحموله، بيفصل اللي هي التقاوي التعبانه اللي هو هنا في الكارت ده بيجيب الناحيه دي. دي اول مرحله. ثاني مرحله اللي هي تنزل على الغربال الثاني، بتفصل اللي هي العفشه تمام، واللي هي الحبايه الميته والحبايه الثاني تفصل ايه؟ اللي هي العفشايه، بص التيب. تمام، خلينا باللغه العاميه التيب تمام. والحبايه الميته ماشي. اخر مرحله اللي هي انها بتنزل بتروح للتقاوي النظيفه ماشي. التقاوي النظيفه دي بقى دي اخر مرحله. طيب درجه النقاء بتاع درجه النقاوه بالنسبه للقمح توصل درجه النقاوه فيها ل 98%. بالنسبه للبرسيم الحجازي 95%، البرسيم البلدي 95%. احنا ما نقدرش نقول 100%، احنا يعني ايه دي حاجه اما لو بتدي جوده افضل بتدي جوده على حسب الزريعه الموجوده، على حسب التقاوي اللي هي بتجي لنا، الماده الخام اللي بتيجي. طب الحاجات اللي ممكن تغربلها انت هنا ايه وايه؟ الحاجات اللي احنا نغربلها هنا عندنا البرسيم البلدي، البرسيم الحجازي، والبصل، الحبه السوداء، والقمح والشعير والفول والحلبه تمام، والنباتات الطبيه. يعني عندك الكمون، اليانسون، الشمر، كل الحاجات دي الحمد لله رب العالمين بفضل الله. المكنه عندنا هنا تقدر تفصل وتعزل الحاجات دي. تمام. ممكن ساعتها بقى طاقتها قد ايه؟ المكنه الطاقه بتاعتها في القمح طن في الساعه. تمام. في البرسيم الحجازي 250 كيلو في الساعه، برضه على حسب جودتها، على حسب الجوده. يعني هي المفروض المكنه جايه مصممه على طن في الساعه. طب هي نشيتها فين المكنه دي؟ المكنه نشيتها الصين تمام. بس يعني انا تواصلت مع المصنع على اساس ان انا الفكره في دماغي، كنت مصمم فكره قبل منها وقلت لهم اللي انا عايزه، فهم صمموا لي على اللي انا عايزه تمام. حتى الموتور بتاع المكنه يعني انا قلت لهم انا عايزه 2 فاز، مش عايز 3 فاز. عندهم 3 فاز بس انا قلت لهم عايز 2 فاز عشان على الكهرباء اللي عندي تمام. الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا المحطه عملت شغل كتير السنه دي، وريحت ناس كتير. ريحت ناس كتير، وبالذات السنه دي في البصل عملت شغل جامد. يعني طب نقول زي ما احنا كنا بنقول كده بتفصل الحاجات دي كلها بتفصلها. يعني دي ده حمول مفصول من برسيم حجازي تمام. احنا كنا يعني احنا لو في برسيم بلدي موجود ما شاء الله. درجة النقاوة دي درجة النقاء بتاعته تمام. ثاني حاجة، طب بالنسبة للأسعار أخبارها إيه؟ الأسعار بالنسبة للبرسيم الحجازي الكيلو بجنيه. البرسيم البلدي نفس النظام. القمح الكيلو نص جنيه. الفول نص جنيه تمام. بالنسبة للي هو المكنة، بالنسبة للمكنة مع الحبوب اللي هي الرفيعة فبتعمل شغل معانا، يعني بتاخد مننا شغل مجهود تمام. فالسعر زايد. اما بالنسبه للي هو الحبوب اللي هي اللي حبتها فينا كبيره
تاخدش وقت. ما تاخدش وقت. عشان كده عشان كده منزلين السعر. وبعدين برضو نعمل السعر نسبة وتناسب. يعني عندك مثلا الكيلو بتاعت البرسيم الحجازي. كيلو البرسيم الحجازي ب 50 جنيه. تمام. فلما تدفع عليها جنيه مش مشكلة. مش مشكلة، لا صح. اما القمح مثلا الكيلو بتاعه مثلا 6 جنيه 7 جنيه نص برضه. فاحنا مراعيين ان احنا نعمل الموضوع ده السعر نسبة وتناسب في موضوع سعر المنتج نفسه. تمام. طب قول لنا العنوان كده لو حب يتواصل معانا. عنوان اللي هو قرية اسمنت بجوار المسجد دكتور سليمان، على الطريق يعني. على الطريق اول اسمنت. باذن الله. انا بشكرك يا باشمهندس شكرا جزيلا على المجهود ده وعلى الفكره الجميله دي، وربنا يجزيك خير بصراحه. انت ريحت ناس كتير من موضوع الغربله دي. انا بشكر حضرتك يا استاذ عباس، شرفتونا والله. حبيبي ان شاء الله يعني باذن الله احنا جاهزين ان احنا تطور المكان كمان. ان شاء الله. هتبقى مكنه قدرتها طن، ان شاء الله هتبقى في مكنه 2 طن 3 طن باذن الله. ان شاء الله مع الوقت يعني. ربنا ييسر. ربنا ييسر لكم ان شاء الله يا باشمهندس. الله يكرمك استاذ عباس، الف شكر. الله حبيبي.